السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. شايفين الطبق الخطير اللي قدامنا ده طبق كفتة بالوايت صوص مع المكرونة. خطير جدا جدا، طبق اقتصادي مغذي تحفة جدا. ممكن تعمليه جنب رز، جنب مكرونة، تحفة جدا، جنب بطاطس مهروسة. بطاطس بوريه كده برضو بيبقى جميل جدا جدا. وممكن تزودي مشروم، خضار، براحتك خالص. يعني طبق يقبل كل حاجة. انا كان عندي نص كيلو لحمة مفرومة، حطيت عليهم بصلاية متوسطة، فرمتها ناعم في الكبة، فرمت معاها قرن فلفل رومي ونص قرن فلفل شطة سبايسي، ومكعب مرق فركته كده معاهم، وملح وفلفل، ورشة جوز الطيب، ورشة كبابة صيني. فرمتهم كويس كله مع بعضه في الكبة ناعم مع اللحمة كمان، وكورتهم. ادوني 25 كورة لحمة متوسطة كده زي ما انتوا شايفين كده، مالية الطبق ما شاء الله. عملت يعني أكلة جميلة جدا. تقدري بقى في الخطوة دي اللحمة دي تستخدميها، تعملي داود باشا، تعمليها زي ما انا هعملها كده، براحتك خالص. هنا بعد ما اتكورت اللحمة بالتوابل بكل حاجة، انا طبعا هكتب كل المقادير تحت في صندوق الوصف. هبدأ بقى اجيب 3 معالق دقيق كبار، هحطهم على كيس تلاجة كده، هفرشهم على الرخامة، وابدا اعفر الكفته دي بالدقيق، او اغطي الكفته دي، اعمل لها تغطيه كده خفيفه بطبقه خفيفه من الدقيق عليها. بصوا ما بضغطش ولا حاجه، انا بحركها بس كده ايه على الدقيق. وهبدا ارصها في طبق. وبعد ما ارص الكفته كده هسيبها حوالي 10 دقايق عشان الدقيق يمتص لو فيها سوائل او فيها حاجه. طبعا انا اسفه، انا ما قلتلكوش انا حطيت في اللحمه المفرومه معلقتين كبار بقسماط، بس كان الحقيقة كانت محتاجة كمان معلقتين. يعني مفروض نحط 4 معالق كبار من البقسماط، طبعا لأن اللحمة فيها دهون. فلازم كان البقسماط يربطها. هكتب كل المقادير تحت في صندوق الوصف. هنا بقى في صينية على النار انا حطيت معلقة كبيرة من السمنة، وحطيت معاها حوالي معلقتين 3 كبار من الزيت. وهنا هسيبها تسخن كويس جدا. بعد ما تسخن هبدأ انزل فيها كور الكفتة زي ما انتم شايفين كده. طبعا ومش هحركها خالص، هستنى لما الكفتة تاخد لون من تحت وهبدأ احركها. اهي الكفتة كده محطوطة، مش هحرك حاجة غير لما تاخد لون من تحت من الارضية. ابدأ احرك على بقية الاجناب تتلون برضو وتقفل المسام. طبعا هي مش هتكون استوت، بس هتكون غيرت لونها خالص واتحمرت. اهو شايفين كده. بعد ما خدت التحميرة دي هرفعها بقى في طبق جانبي، وهنشوف هنزل مكانها ايه. بعد كده هرفع الكفتة دي مكانها. طبعا اللي نزل بقى اللي هو الحاجات اللي لازقة مكان الكفتة، فرمت بصلاية صغيرة زي بصل السلطة كده، فرمتها ناعم في الكبة، ونزلت البصلاية دي وتقليب مستمر علشان البصل يلم كل البواقي بتاعة اللحمة اللي كانت لازقة في الصينية. بعد كده هشوح بقى البصل لحد ما يبقى لونه اشقر خفيف جدا، مش عايزه احمره ولا حاجه، على نار هاديه لحد ما البصل كده يبقى لونه اشقر خفيف خالص. هبدا انزل معلقه كبيره ونص من الدقيق. ادي معلقه، بس المقطع اللي فيه نص المعلقه والله ما عارفه راح فين اتحذف مني ولا مش عارفه حصل له ايه، ما لقيتوش يعني الحقيقه. انا حطيت بعد ده كمان نص معلقه من المعالق الكبيره دي، بس نص معلقه. هشوح كويس، انا عايزه الدقيق يستوي ومش عايزه يبقى له ريحه خالص زي فكره البشاميل. وبعدين هنزل مكعب مرقه، هفرك بقى المكعب ده كده. بصوا انا عايزه اسيحه خالص، عايزه يدي طعم بس يبقى متوزع في مع البصل والسمنه. طبعا بقى في المرحله دي لو عايزه تعملي داوود باشا، بعد البصل ده تنزلي عصير طماطم وتسيبيه يتسبك مع معلقه صلصه كده، وتسيبيهم يتسبكوا. بعد ما يتسبكوا هتضيفي كوبايه ميه، وتنزلي الكفته بقى تكمل تسويه. انا هنا بقى عشان هعمل صوص ابيض، بعد ما الدقيق راح ريحته خالص والبصله دبلت، نزلت كوبايه ونص من اللبن الحليب. حطيت اول كوبايه وقلبت كويس عشان الدقيق ما يكلكعش ولا يعمل اي تكتلات. قلبت الاول في اول كوبايه، وبعدين هبدا انزل كمان نص كوبايه لبن حليب.
ادي كوبايه وادي النص التاني نزل، يبقى كده معانا كوبايه ونص. اول ما تغلي هنزل الكفته، بس طبعا اللبن مش هيسوي الكفته، او عبال ما الكفته تيجي تستوي هيكون اللبن ده تقل خالص فمش هيسويها. عشان تستوي لازم نزود ميه سائل كده عشان تستوي فيه. انا زودت كوبايتين من الميه، كوبايتين من اللي هي الكوبايات العاديه، كوبايه الشاي العاديه، كوبايتين ميه، علشان اسيب الكفته فيه على نار هاديه تستوي. هوريكم دلوقتي. بصوا بقى انا عايزه ايه، السائل يبقى خفيف عشان الكفته تمتصه. بصوا السائل خفيف ازاي، لكن اللبن طبعا كان كل ما بيغلي بيتكثف وبيتقل علشان معلقتين الدقيق، معلقه ونص الدقيق اللي انا حطيتهم. هنا هسيبها حوالي كده عن 10 دقايق تكمل تسوية فيهم. وهاجي بعد ال10 دقايق رشة فلفل اسود، وطبعا ظبطت الملح. هحط عندي كان معلقتين قشطة، عندك بقى قشطة وش لبن تحطي، عندك قشطة جاهزة كده تحطي براحتك خالص، ما عندكيش قشطة مش مشكلة لو اللبن دسم يعني. طبعا اهي شايفين كده، ادي القشطه هنا حطيتها في اخر 5 دقايق، الوصفه كلها ما كملتش ربع ساعه او تلت ساعه يعني على النار. بصوا يا جماعه شايفين السائل خفيف ازاي، ده اللي هي بتستوي فيه الكفته. هسيبها ال5 دقايق دول على نار وسط كده علشان تستوي كويس والسائل ده يقصر شوية كمان. انا عندي برضو على النار بسلق مكرونة، ممكن بقى تعملي جنبها رز، ممكن في المرحلة دي تجيبي مشروم وتقطعيه مع فلفل الوان وتبقى بالفلفل والالوان والمشروم. ادي المكرونة اهي كنت بسلقها. على ما المكرونة تخلص يعني قدامها 5 6 دقايق نغرف على طول المكرونة وعليها الكفتة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون الوصفة عجبتكم، جربوها، سهلة جدا جدا، طعمها تحفة جدا جدا جدا. طبعا ما بحطش توابل غير اللي انا حطيتها في اللحمة، يا دوبك رشة فلفل اسود وظبطت الملح بس. بصوا بقى يا جماعة الجمال، تحفة، طعمها تحفة. ممكن بقى كمان الكفتة دي تعمل في سندوتشات لو مش عايزة تعملي جنبها لا رز ولا مكرونة، بطاطس محمرة وتتحط في سندوتشات كده بتبقى خطيرة. وممكن جنب رز ابيض، رز بسمتي، عادي جدا يعني، بقى الطريقه اللي تريحك تقدمي بيها. يا رب يكون الوصفه عجبتكم. انزلوا اعملوا اشتراك في القناه واكتبوا كومنت حلو، اعملوا لي لايك وشير للفيديو. وكمان صفحتي على الفيسبوك هحط لكم اللينك بتاعها، شيف غدا مصطفى، اعملوا متابعه للصفحه وتابعوني في كل جديد.